السلام عليكم، كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير ان شاء الله. اليوم جيت نشرح لكم القضيه او الضجه اللي نهضت على قناه محبوبه تيفي، وبالضبط على الحسن وعلى حفصه. كيف ما شفتوها في لا فيديو، الحسن شرا واحد الدجاجه وش تقريبا شي كيلو ديال الزيتون، نص كيلو من كل نوع، ومشاو داروا الغداء عند الام ديال حفصه. تغداو عندها، ومن هذيك الدجاجة نيت وقطعوها وقالوا غادي نديروها في الفريغو، وجابوا منها حتى الغدا للأب ديال الحسن اللي هو با محمد. هنا فين ناضت الضجة إن هما صوروا فيديو عادي، ولكن المتابعين كان عندهم رأي واحد آخر. كيف ما راكم عارفين، ما شاء الله المتابعين راه كيركزوا بأدق التفاصيل، وكيعرفوا الشاذة والفاذة، وكيعرفوا بزاف ديال الحوايج، وكيعرفوا كيحلوا ويناقشوا. عندنا الفلاسفة ما شاء الله في المغرب. الأغلبية كيقولوا حفصة، واش نتوما غاديين بدجاجة وحدة وتغديتوا منها وديتي لعمك، واش بقى لها هي باش دوز الشهر؟ انتي ما كتمشي عندها فين وفين؟ حشومة غادا تغداي معاها، خلي التقديم، خليها تقدم بوحدها ودي معاك، زعما خريب ليها الدجاج داكشي، ودي معاك نتي الكفتة ولا الشوا وتغداو به وفرحوها. كيف ما شفت واحد الفيديوهات قبل، راه حفصة قالت بلي راه مشات عند امها وما صوروش داك النهار، و تل اليوم عاد باش لاحوا لنا فيديو. ما عرفتش انا واش هو نفس الفيديو كان مصور ما طلعش، ما عرفتش صراحة. والاغلبية كيقولوا واش القناة مليونية، وتا طالع جايب فروج وطلع به فيديو. أغلبية كيقول لها كون غير عطيتي البراسلي لأمك، صراحةً هي اللي محتاجاه، مسكينة ما عندهاش. أويلي كيلو ديال الخضرة مخلط ودجاجة باغيين يتغداو بيها ويدوو باهم، ومن الفوق زعما زايدينها فاضحين راسهم بالتصوير. والأغلبية كيقولوا واش الحسن كيجيب 100 درهم ديال التقدية كيطلع بها فيديو على قدو. واغلبيه بقى فيهم الحال من هادشي اللي وقع، يعني ما بغاوش هادشي يوقع، يعني بغاو حفصة تهلا في راسها، تهلا في امها، دي الثقه ديالها حقا وطريقها ما كتمشيش بزاف. يعني ديو بزاف كيقولوا باللي حفصة في الاول جابت امها، خلات امها حيت ما كانت عندها دار واحده اخرى، وخلاتها باعتها، وبالتالي جات سكنت تما في هذيك الدار. وفي الاخر حفصة خلات كاع السلاح دو ومشات سكنت في ازرو، يعني وخلات امها. وواحد السيدة كتقول تقول حفصة كتشوف امها بلا تصوير. لا لا لا، كنشوفها مرة في الزمان. زعما نتوما كتقولوا حفصة كتشوف امها بلا تصوير، لا لا ما يمكنش، راه كتشوفها مرة في الزمان ملي كتصوروا معها فقط. كنت كاع ما كتبغيها ولا تقرب ليها، كون كانت ديما كتشوفها غتكون تبغيها وتمشي عندها. على بنت حفصة زعما كاع ما كتبغيش داتها، شاف واحد اللقطة ما بغاش تمشي عندها. والأغلبية الأغلبية كيقولوا حفصة فينا هي فلوسك حفصة، فرشي للدار ديال ماماك وقاديها وتقدي ليها تقدية زوينة. و... وبزاف كيقولوا الوالدة ديالك الحسن ضروري ترجع لدارها تقابل راجلها، راه هادشي ماشي عادي، ماشي العرسات اللي يقابلوه مازال عنده مراتو ولا توحشهم يجي يزورهم في دارهم. هاد التعاليق هادو كيهضروا على المحلمة حيتاش ساكنة مع ريساتها، ومخلية البحجوي ساكن بوحدو مع تيتيش. وبعد مرة تيتيش كتكون ماشية كيبقى هو بوحدو تما في الدار حيت مولف وداك الشي. واغلبيه كيقولوا زعما محليمه حتى هي سامحه في راجلها ومخليه هو داك الشي. و... وما عجبهمش الحال حيت اخر فيديو، واحد الفيديو كانوا ملي كانوا جاو من العرس ديال حمزه، عائلتهم البهجه، كان بان بحال اللقطه مسكين بان مريض بزاف والدواء ديالو نساه، فهمتي بان في واحد الحاله بانه مريض وخاصو يتقابل. وواحد السيدة حتى هي كتقول لهم جاب فروج واحد وطيب الغدا، ودا الغدا الوالد ديالو ناري على شوها الجوع والنوع. كتغبروا على فاطمة حتى كتعيا وتجيب ودجيجة وتغداو بها. حشوم عليك حفصة، راكي مقصرة في حق الأم ديالك، باينة من سلامك غبرتو عليها بزاف وهي قريبة ليك، وأنا والله ما فهمت. وحفصة راه متابع كيبغيك، ولكن انت ما دايره قيمه لراسك. هذاك راجل لا حول ولا قوه الا بالله، واش فلوس مازال ماشيه منهم. المهم صراحه في هاد لا فيديو هذا غير بغى يتحط، لانه التعاليق راه ميمكنش شحال سلبيه.
وكل شي عندهم نفس الفكرة. كيف ما شفتوا راه التعاليق كامل اللي قريت لكم كلهم كيقولوا لاش مقدّرة ديك التقضية، ما كتمشيوش عندها دائمًا، ما ديتوش لها تقضية على حقها وطريقها، متقضية في الروج واحد ومطيبين من الغدا وهذا. وأغلبية كيقولوا الحسن حسن راك أنت زعما كتصلي وراك عارف بينك وبين الله سبحانه كيبغي الكرماء، خاصك تكون كريم. إلا عطيتي بالكرم ماشي جايب دجاجة وحدة وغادي بها وديري عاد مدي لباك راه حشومة أنا حشمت في بلاصتك. شوفوا، واحد القضية نقولها لكم، نتوما دائما كتشوفوا لا في المسابقات ولا في الحسن كيبان بأنه كيبغي يصور مع الناس، كيبغي يفهم مثلا ديك حليمة الطباخة كيبغي يصور معاها عماتو قالت لك كان كيوقف معاهم وكيتصل بهم وكيسول. يعني هاد الشيء راه غير رأيي أنا الشخصي، كيبان ليا غير ماشي هادشي حقيقي. بحال كيفاش غنقول لكم يعني هما راه غير كيضحكوا بحال كيفاش نشرح لكم يعني داك الشيء ماشي الحقيقة 100%. ما يمكنش حفصة تكون ما مهلياش يمها وما كتمشيش عندها وحتى لهاد الدرجة، راه غير ما عرفتش هاد الشيء، ولكن بحال كيبغيو يشوفوا المتابعين شنو غادي يقول لهم وصافي وكنظن غتكونوا فهمتوا ما الشيء اللي كاين. اما زعما شي ما يمكنش حيت شي وحدين كيقولوا حفصة كتبان كتكره امها ما انتش معاها ما كتحملهاش. ما يمكنش مالا شنو دايره ليها، ما يمكنش هي عاشت معاها ورباتها وشحال حاجه وكتضرب عليها تماره ملي كانت صغيره. لا ما يمكنش حيت شي وحدين كيقولوا زعما ربوها هذا عائلة محبوبه هما اللي ربوها من الصغر وهذا وكبرات معاهم وصافي ولات كتميل ليهم هما. ما يمكنش ضروري ما كتمشي لعند امها ضروري ما كتقد عليها داكشي ما كيتصورش. ولكن شي لقطات اللي كيتصوروا على قبل هاك اللي وتيبو صافي. و زعما صراحة بزاف بقى فيهم الحال وكيقول لي الدجاجة دايرة 50 درهم وكيلو ديال الزيتون وداك الشي وكيلو ديال الخضرة مخلط. راه هاد الفيديو اللي طلعته اللي درتوه بها زعما درتوه به راه غيدخل لكم واحد 5000 درهم صافي. يعني بزاف ديال الناس بقى فيهم الحال وبزاف ديال الناس ما عجبهمش هاد الشي، ما عجبهمش هاد الشي اللي دار الحسن. وكنتمناو انه ان شاء الله يتحل، يعني ما يبقاش لان المتابعين كيفاش غنقول لكم هاد الشيء بعض المرات يقدر يأثر عليهم سلبيا. لأنه خلينا يخسروا بزاف ديال المتابعين. ربما يكونوا متابعين جداد كيشوفوهم ولكن راه بزاف ديال المتابعين اللي متبعينهم من منذ زمان كيديروا ديزابوني لأنهم بحال فقدوا الثقة فيهم. كيحسوا بحال العناوين ماشي هي هذيك ولا شوية فهمتوا بحال شوية مديرة ولا شي لقطات كيكونوا بطبيعة الحال كيكونوا فيديوهات زوينين بحال مثلا فيديوهات اللي كيدوزو في قناة بنت محليمة زوينين من بعضياتهم الضحك والنشاط فاش كيكونوا مجموعين كيعجبونا فيديوهاتهم الضحك وهذا. هذوك الفيديوهات فاش كانت جات عندهم هذيك إكرام شمالية تصوروا فيديوهات زوينين صراحة والأراضة وكيعجبوك. ولكن بعض المرات فاش كيكون الحسن هو اللي كاتب شي عنوان كلشي سبحان الله المتابعين كيطلع عليهم الدم. والحسن عرف هاد القضية ولا كيلعب على النفسية ديال المتابعين حيت عرفهم غاديين يحكروا على بزاف ديال الحوايج. ولكن هادشي كنظن غادي ما غاديش يبقى دائما هكا، لانه القيمة ديالهم غتنزل بطبيعة الحال عند شي متابعين بطبيعة الحال. كاين اللي ما كيردش البال وكاين اللي كيرد البال وكاين اللي بزاف وكاين اللي ما كيعجبوش هادشي وكاين اللي عنده عادي يعني كل واحد وكيفاش داير. وحتى لهنا كنقول لكم شكرا لكم بزاف على المشاهدة ديالكم حتى لهنا. تهلاو في راسكم ونتلاقاو ان شاء الله في فيديو اخر. مع السلامة.